اهلا بكل مشاهدينا مره تانية، برحب بحضراتكم. ما زلنا معاكم في حياتنا على الهواء مباشره. بننتقل معاكم لفقرتنا الثانيه واللي بنتكلم فيها عن معرض الكتاب. ايه اللي حاصل في معرض الكتاب، في ايه الاراء الجديد اللي حاصل السنه دي. طبعا النهارده السنه دي اليوبيل الذهبي مكانه مختلف، كنا دايما معتادين عليه عده سنوات في ارض المعارض. النهارده او هذا العام في التجمع الخامس. هنعرف ايه التفاصيل اكتر عن هذا المعرض مع ضيوفنا. برحب بيهم الاستاذه رباب فؤاد مديره دار نشر، اهلا وسهلا، صباح الفل. برحب بالاستاذ احمد حسني كاتب ادب رحلات وباحث تاريخ، اهلا وسهلا بكم، منورنا. خلينا نبتدي معاكم في البدايه كده بايه اخبار المعرض هذا العام، وهبتدي طبعا يعني بعد اذنك استاذ احمد طبعا السيدات اولا، فنبتدي بالاستاذه رباب وتقولي لي رؤيتك لهذا المعرض، لمعرض الكتاب هذا العام. لا، هو طبعا مختلف على جميع الأصعدة. المكان نفسه راقي جدا، أحسن كتير. يعني يمكن بيفكرني بالمعرض زمان ما قبل 2010 لما كان في صالات ولما كان مبني مش مجرد خيام. واضح ان المكان فعلا ما شاء الله، يعني فخر. يعني انا عن نفسي اول مرة دخلته، لا حاجة مبهرة. التنظيمي لحد ما شغال كويس، مش وحش، بس طبعا في اكيد لازم يطلع طبعا. لا يعني ده امر لانه طبيعي، يعتبر المعرض حتى هم عاملينه بدري كمان اسبوع، فزي ما تحسي انه بسرعه في حاجات كتير كان محتاج شويه وقت، كانت ناقصه. بس بصفه عامه عجبك المعرض هذا العام؟ يعني يعني في بعض الايجابيات، يعني على هنتكلم عن السلبيات بقى شويه، على صعيد المكان، على صعيد التجهيزات. لا، حاجه راقيه جدا ما شاء الله. استاذ احمد نفس السؤال، الايجابيات، نبتدي بالايجابيات، ايه اللي عجبك او رؤيتك في المعرض هذا العام؟ طيب خليني اقول لك حاجه يعني سريعه كده في الاول. المعرض للهواة لو عملوه بره الكوكب هنروح، للي بيحب معرض الكتاب لو عملوه بره الكوكب هنروح. لان احنا مرتبطين بالمعرض يمكن مثلا من اكتر من 20 سنه، فالمعرض بالنسبه لنا هو ده الايه، يعني فاكهه السنه. السنه دي المكان في منتهى الجمال، نظيف جدا، واسع، ممتاز جدا. المواصلات من والى المعرض ممتازه، مفيش فيها خلاف كتير، امنه جدا، سهله. يعني انا مثلا واحد من الناس، المعرض السنه دي مكانه بالنسبه لي اسهل من السنه اللي فاتت. اما تلاقيك ساكن بقى الناحيه الثانيه التجمع، انا ساكن في حدائق الاهرام. بس طريقي حلو، طريقي سالك. اما انزل وسط البلد، يعني اي حاجه بعدونا عن وسط البلد ده كويس، مفيش مشكله فيه. في ناس استفادت جدا من المكان. تعاملوا مع مشكله المكان، انا بصراحه اشهد لهم زي كده. هو ابعد عن الزحمه جميل، ده شيء جميل جدا طبعا. الجانب الاخر بقى مش هنسميها سلبياتنا، ممكن نقول بعض الملاحظات اللي لو غطيناها المعرض فعلا يعني يبقى يتحول من مجرد معرض الكتاب بيحصل كل سنه الى مهرجان ثقافي يليق بمكانه والمده لان هي الفكره ان معرض القاهره بالذات ده يا جماعه جزء من القوى الناعمه لمصر. يعني عموما الناس، الدول اللي حوالينا بتنتظر معرض القاهره للكتاب عشان تاخد الدايركشنز في المعرض بتاعتها. فالمعرض بتاع القاهره ده له رياله. زمان حضرنا فيه معارك فكريه واسامي عظيمه جدا. يعني حضرت ندوه عملها دكتور سمير سرحان سنه 92، الدكتور فرج فوده والشيخ الغزالي، وكنا بنشوف اسامي زي جمال الغيطاني، يعني اسامي كبيره في المعرض. فالمعرض مش بس مجرد ان يعني كان دار نشر بيبيع كتب، لا ده واجهه القاهره، صحيح، او واجهه مصر الثقافيه. فبعض الملاحظات الصغيره اللي لو فوتناها او تعاملنا معاها بحرفيه اكتر شويه الدنيا تتحول خالص. انا بس عايزه انوه الساده المشاهدين ان هيبقى معانا دلوقتي الفيديو الخاص بالتعريف اللي لسه ما راحش. يمكن احنا اتكلمنا في برنامجنا عن هذا الموضوع، بس بما انك ذكرت بقى الاماكن وانه مكانه لازم نشوف الفيديو هو معانا متواجد معانا على الشاشه واحنا بنكمل كلامنا ازاي نوصل لمعرض الكتاب للي لسه ما راحش. طيب في كنت عايز تبتدي او عايز تتكلم عن السلبيات. طب ايه قبل ما برضو انقل على السلبيات، ابرز الحاجات الايجابيه في هذا العام؟ ابرز الحاجات الايجابيه التنظيم، ان جوه المعرض كل دار نشر ليها رقم، فسهل اوصل من اي مكان لاي مكان. دي حاجه بصراحه وفرت وقت. لان الاول كان بالاسامي، فافضل امشي اسال فين يا جماعه دار كذا، ومش كل الناس عارفه. السنه دي كله بارقام، فخلاص الدنيا سهله، دي مفيش اي مشكله. 4 صالات مساحتهم كويسه جدا، معقوله جدا، والنظافه ده يعني ده ابرز الحاجات اللي شفتها. كان دايما ملاحظتي كل سنه ان يا جماعه المنظر اللي كنا بنشوفه في مكان البريك او الفود كورت
لا يليق بالمعرض خالص، منظر مزري. السنه دي النظافه ثم النظافه ثم النظافه دي بصراحه اشكرهم عليها جدا. المكان نظيف. هو والله يا استاذ احمد، استاذ ربابه، مش المفروض نتكلم عن، يعني المفروض انه المواطن من نفسه يكون انسان نظيف. ما هي يعني ما ينفعش ان احنا نحمل طول الوقت انت بهدل الدنيا وفي غيرك هيجي يشيل وراك. ده يعني نفسي دي تبقى ثقافتنا ان معايا حاجه العامه يعني لازم عشان اجبر الناس انها تكون كده، لازم اوفر صناديق مثلا باسكت زباله في كذا مكان. الاكل والشرب بمكان محدود عشان يبقى تنظيف. يعني اجمل حاجه عجبتني في القاعات ان مفيش جوه تدخين. انا مدخن بس جوه قاعات صح، مفيش، مظبوط 100%. طبعا اصل غير مدخن ذنبه ايه؟ مظبوط، مش منظر خالص ان جوه مفيش صح، مظبوط. المكن بتاع الاي تي ام عشان اللي عاوز يسحب كاش موجود بكثره، جميل جدا. البريك جوه القاعات نفسها، جوه الصالات مكان محدود ونظيف. مفيش بقى المنظر اللي هو الايه، نفرش وناكل ونعمل. ايوه، انا بستعجب اصلا على انه الناس مثقفه اللي رايحه معرض الكتاب ورايحه تقرا ورايحه تجيب كتب وتستمع لادوات ثقافيه وتقعد يعني تسيب مكان. ما هو في القديم في المعرض القديم كان في ناس بتروحوا كجنينه. هي بتتعامل معاها على انه جنينه. فلا واخدين حلال المحشي معانا وطالعين. يمكن يعني ابتعاد المكان عن وسط البلد مخلي شويه اللي هيروح اللي هو فعلا رايح عشان المعرض. يعني ده يمكن وده في حد ذاته شيء كويس. ده يعتبر انتقائي. يعني احنا ممكن نبص لها من زاويه ثانيه، ان في مثلا، يعني والدي الله يرحمه كان بياخدنا المعرض، يحببنا في المعرض ازاي واحنا اطفال. ان احنا بنروح ومع الكتب والقرايه بنلعب وناكل وحاجات وفسحه. ده طبيعي. يعني بجر رجلي على لا ده لازم انا بتكلم على سلوك المواطن نفسه، سلوك الفرد، ان هو من نفسه. انا لو ما لقيتش باسكت، يعني حضرتك لو ماشي في مكان ما لقيتش باسكت بترميها في الشارع ولا بتخليها معاك لحد ما تروح؟ لو اعتمدنا على كده يبقى هنلاقي في الاخر نفس المنظر بتاع. لازم يعني ما انا عارفه. لا انا بس دي يعني علشان يعني رساله دعاء انه الناس تبقى سلوكياتها هي كده. طيب هننتقل لحاجات، يعني احنا بدانا بالحاجات الحلوه. ايه اللي ممكن سلبيات تكون موجوده في هذا العام استاذه رباب؟ هو يمكن النقطة اللي الأستاذ أحمد قالها كنقطة إيجابية، أنا شايفاها إيجابية وسلبية في نفس الوقت. اللي هي إيه؟ فكرة الترقيم. الترقيم طبعا هي كفكرة كمبدأ ممتاز، لكن المشكلة إنه وقت تنظيم البارتيشنز ما تنظمتش صح، فأصبحت الأرقام محطوطة بشكل قد يبدو لينا عشوائي. أنا معرفش إيه اللي كان في دماغ المخططين وقت ما حطوها. بس الترقيم مش يعني المفروض بيبقى حسب ما شفنا في المعارض بره، بيبقى الارقام ثابته. واحد هنا هو واحد هنا هو واحد هنا. عندنا الدنيا ملخبطه شويه. فيعني انا واحده من الناس اول يوم رايحه بالكتب ما عرفتش جناحي فين. موظف الامن هو اللي دلني عليه. ناس كتيره من الكتاب اللي هم يعني جايين لاول مره بيتوهوا، او ممكن يعدي من قدام الجناح وما ينتبهش، لان اللي مش عارف فكره الرقم ممكن لو هو حتى ماشي ورا الارقام فمتوقع ان مثلا رقم واحد ورا رقم اتنين، فيفاجئ ان رقم واحد كده ورقم اتنين في ظهره مثلا، او يعني مش الترتيب مش مظبوط قوي، مش بشكل منطقي. انا بالنسبه لي يبقى ملائم. طريقه ترقيم الاجنحه بالنسبه لي سلبيه كبيره جدا. طريقه الترقيم مش فكره الترقيم. تمام. فكره التفتيش هو طبعا الامن، يعني انا مش معترضه عليها، بالعكس هي حاجه كويسه لازم. بس الفكره انه تو ماتش. يعني انا بتفتش على البوابه الخارجيه، فيعني مفيش داعي انك بتفتش على البوابه الداخليه. او لو هتفتش على البوابه الداخليه مره، فمش معنى كده ان انا اول ما ادخل صاله واحد اتفتش واجي اروح صاله ثلاثه فاتفتش تاني. فاصبح الناس مشكوك فيك يا استاذه رباب. مش انا، لا انا بطلع الاي دي فخلاص. أيوة انا بتكلم على انا كذا، لان كان الاستاذ احمد بيتكلم معايا الصبح قبل الهوا في نفس النقطه. فبالتالي اصبح ناس بتيجي على صاله واحد تكتفي بواحد واثنين، لان المرور ما بينهم سهل عن طريق البلازا اللي في النص ما بيتفتش. لو راح الفود كورت خلاص هو انسي بقى انه راجع تاني، لانه هيدخل طابور تفتيش يا في واحد يا في اثنين يا في ثلاثه يا في اربعه. فبقت الدنيا ايه، يا هيدخل ده يا هيدخل ده يا هيدخل ده والفود كورت، يعني عارفه بقت حركته محدوده. الا بقى لو هو مغامر ومش فارقه معاه، وزي ما قال باشمهندس كده ان هو عايز انا بتاع المعرض انا جاي عشان اقضي اليوم انا هتفتش النهارده في كل الاماكن، انا الاماكن تفتيش النهارده. فلا يعني هي بتقلل شويه من تدفق الناس. وكان حتى كنت بتقولي استاذ احمد ان هي عطله جامده قوي الصبح. ما هي نفس بقى ايه، يعني لو حبينا ناخدها قياسا فكره المول. زمان
قبل المولات كانت طب الناس ده الصور دي صور اللي معانا التجمع الكبير ده عشان التفتيش ولا ده كان ولا لا، ده التفتيش حجم بيبقى الناس؟ 4 اضعاف كده يعني. التفتيش بيبقى على الباب، بيبقى طابور، لا هم بيبقى لاين ومنتظمين. لا يعني هو في نقدر نقول انه لا يعني الناس متقبله النظام، ودي مش وحشه، بس هي الفكره انه كتير كتير. وبعدين انت ممكن تعدي بحاجه من على الخارجي فيجي الداخلي يقول لك لا ما تعديش. يعني في حاجات كده ده طابور الدخول مثلا، ده طابور الدخول. ده طابور بس على فكره داخلي، وعلى فكره ده طابور صغير. بس الطوابير عموما على المعرض احنا معتادين عليها. لا ده داخلي، ده على باب الصاله، مش على باب اللي بره. هو الفكره ان اللي واقف هنا ده اللي واقف هنا ده اتفتش مره على الباب وتفتش مره على التذاكر، وواقف طابور تاني على التذاكر. ايوه. فهو اللي رايح يزور هيقف طابور تذاكر وطابور تفتيش بره وطابور تفتيش جوه. يعني مينيمم ساعه ونص ما بين. الفكره بقى ان هو يصبر ساعه ونص، دي حاجه. الفكره الثانيه الوقت المعرض، انت بتاكل مني ساعه ونص طوابير وانا عايز احطهم في الكتب. هي بس هو انا معاك طبعا ومقدره فكره انه ازاي الناس بتبقى الموضوع ده مرهق جدا بالنسبه لهم، ولكن خلي بالك انه في ناس ما عندهاش ضمير، ويعني ده لتامينك انت جوه. هو احنا مش معترضين، ما احنا ما بقول لحضرتك هو واجبه وبيأديه واحنا مش معترضين عليه بالظبط. بالعكس، هي الفكره يعني هو مين اللي هيحدف مثلا حاجه من على السور عشان يدخلها يخرج يعني ولا تعرفي كده. نفكر فيها ازاي؟ الجماعه بتوع الامن عندهم حلول. انا كل اللي المفروض اعمله ايه؟ اروح للناس بتوع الشرطه، يا جماعه حلوا لنا الازمه دي. هم عندهم حلول، بوابه واحده لكله. يعني انا سالت مره يا جماعه ليه التفتيش تاني؟ قال لك اصل بره معادن وجوه متفجرات. فاكيد انا ما خدتش قنبله في السكه دي. فرضا هم برضه ليهم نظريه امنيه تحترم، عندهم. انا اروح اقعد مع كبير المنظم، لو سمحت يا فندم في كذا كذا كذا، حلها لي من فضلك. انا ما افكرش فيها، هو عنده حلول، ما تخطرليش على بالي. جميل. اقول لك حل مثلا بسيط خالص لموضوع التذاكر، طابور التذاكر. نفس الاتوبيس اللي بيودي المعرض هو يبيع التذكره، بحيث انا اوصل المعرض ومعايا تذكرتي خلاص. يبقى كده اختصرت الطابور. البوابه اللي بره بوابه واحده متفجرات ومعادن زي بتاعه المطارات، هي نفس البوابه. في خلاص ما فيش، يبقى هو طابور واحد اللي هقف فيه. ما فيش حل، لازم طوابير، اعمل كذا بوابه. وفي وسط البوابات دي في ناس بتروح معاها اطفال، لازم يعدوا الاول. ده عائلات، ده موضوع منتهي. ما حدش يقف بعياله في الطابور ده كله طبعا، لان الولاد بتزهق وبيعملوا دوشه طبعا. والناس بتبقى الفكره بقى هنا في ايه، او التفكير كله في ايه؟ نفس فكره المول كده. زمان كانت الناس بتنزل تشتري من وسط البلد، مصر الجديده، اروح مش عارف ايه، فافضل الف، فاقعد مثلا اسبوع الف عشان اشتري قميص. المول دلوقتي انا بخش مكان واحد الف في وقت اقل واجيب حاجات قد كده. فانا لو رايح مثلا المعرض عندي 4 ساعات او 5 ساعات، بدل ما تستهلك لي منهم ساعه ونص في الطابور، لا انا اخليها جوه المعرض، ده يعلي المبيعات. دي حاجه. الحاجه الثانيه، انا ليه اخش ادور؟ ليه مش في ابلكيشن على الموبايل سهل خالص وتتعمل في يوم، فيها كل، طبعا انت كده عارف الاصدارات اللي داخله وعارف دور النشر اللي داخله، تلزم كل دار نشر انها تبعت لك كل اصداراتها في شيت. هم خدوها على فكره، وعلى سيديهات كمان. كل ده ينزل على ابلكيشن على الموبايل. انا قاعد في البيت النهارده رايح المعرض بكره ان شاء الله، طيب قبل ما انام الدار الفلانيه انا عارفها، انا عاوز الكتاب الفلاني ادور عليه، خلاص عملت لسته 5 6 كتب، هنزل اجيبهم في ساعه. طب وبقيه ال3 4 ساعات اللي عاوزهم عندي فرصه الف تاني، بدل ما استهلك 4 ساعات عشان اجيب نفس العدد. هي كلها في الاخر يعني احنا لو جبنا حد من الجماعه بتوع التسويق او الفكر التجاري البحت، هو يعني اداره المعرض لازم يبقى ميكس كده، امني وتجاري وثقافي. الجماعه بتوع الثقافه يفكروا لنا بقى نجيب مين من الادباء الكبار عشان ندوه كذا. الجماعه بتوع التسويق ازاي نكسب منه، لان مفيش حاجه خيريه. خلاص العالم اتفق ان اي نشاط لازم له عائد مادي. بتوع التسويق يقولوا لنا بقى ازاي نعمل من الفسيخ شربات، ازاي نجيب فلوس من الهواء. الجماعه بتوع الامن نامن الاعداد طبعا، لان اعداد كبيره طبعا والواحد متفهم الضغط اللي هم فيه، هم يقولوا لنا الافكار دي كلها. بس شويه الملاحظات دي خلاص تلاقي المعرض حاجه ثانيه خالص. وانا بس عندي نقطه عشان برضه ما نوريش الناس ان نخوفهم من الزحمه وبتاع، لانه في ناس لسه بيقولوا لي دلوقتي في ناس زمايلنا راحوا ما خدوش 5 دقايق، فهو واضح انه ممكن يكون في الوقت في الوقت يعني يعني اختيار الوقت. في رحله جت امبارح ورجعت بالظبط. عشان ميعاد القطر. خليني اقول لكم حاجه، اللي بيخطط على الماكسيمم لود. يعني انا النهارده لو المعرض مثلا بيساع 1,000,000 زائر، فانا لما اخطط اعمل حسابي ان انا عندي 1,000,000 زائر طول النهار. ده فهي يعني انا ما اقدرش اقول ان هي بهذا الشكل طول الوقت، لا في ناس راحت ولقت في اوقات ما بتبقى كده واوقات بتبقى كده. هي بوابات طبعا وبوابات يعني في ايام بيدخلوا اكتر على بوابه 4 فبتلاقي دي زحمه، هتلاقي 1 و2 خفيفه. هو يعني بيوجه الباصات على مكان معين، فمن هنا بيفرق الزحام.
ايه ابرز الموضوعات الكتب اللي تمت حسيتوا ان هي اتباعت اكتر او كان عليها اقبال اكتر داخل المعرض هذا العام؟ هي روايات دايما هي اللي بتبقى على القائمه. ليه؟ لان الناس بتحب ان تعيش في العالم الخيال. يمكن السنه دي انا عندي في الجناح الاكثر مبيعا كان السنه دي كتاب تاريخ. ودي حاجه كويسه، يعني انه الكتاب رغم انه ضخم ما شاء الله، بس ما شاء الله محقق مبيعات كويسه جدا. ما اقدرش اقول طبعا هو مين الكاتب ولا اقدر اقول بس الكتاب دي ظاهره كويسه ان نحاول. ودي كانت ده تاني اصدار لينا او ثالث اصدار لينا فكره التاريخ. حكايات مصريه عن مصر القديمه، عن الفاطميه فيها حاجات، العباسيه حكايات محطوطه بشكل خفيف الناس تفهمها وفي نفس الوقت تعرف تاريخها. الروايات طبعا متصدره كالعاده. روايات الرعب برضو ما زالت متصدره، ما اعرفش احنا الناس بتحب الرعب والغريب ان البنات اللي بتشتريها الستات اكتر بتحاول تهرب. انا هقول لك ليه الرعب ده دايما الناس طب انا بكتب رومانسي اعمل ايه طيب؟ اهي بصي ادي الردود اهي. لا عايزه ورد يا ابراهيم. مالناش في الورد. افتكر كده اشبع يا يسريه. خلينا في الرعب. طيب نشوف فيديو خاص بآراء الناس داخل المعرض مع حضراتكم ونرجع مع الساده المشاهدين نرجع نكمل كلامنا. خليكم معانا. اهلا بكل مشاهدينا مره تانية، برحب بحضراتكم. بنكمل معاكم لقائنا النهارده عن معرض الكتاب، وبرحب بضيوفي مره تانية استاذه رباب فؤاد مديره دار نشر. اهلا وسهلا بيكي. برحب بالاستاذ احمد حسني كاتب ادب رحلات وباحث تاريخ. برحب بيك معانا مره ثانيه. كنا بنتكلم قبل بنتابع طبعا الفيديو ده من على الصفحه الرسميه لمعرض الكتاب. كنا بنتكلم على فكره الروايات ان هي اكثر مبيعا وقصص الرعب. استاذ احمد اعترض طبعا على مساله الرومانسيه والحاجات دي. من وجهه نظرك طب الشباب بيحبوا ايه اكتر حاجات بيقبلوا عليها؟ من 25 سنه تقريبا او اكتر شويه ظهر كاتب كده على استحياء يعني قلب الدنيا في مجال الكتابه والروايات والحاجات دي كلها. ارتبط بفئه الشباب وقتها او المراهقين وقتها، وكبر معاهم وكبرنا معاه على مدار اكتر من 25 سنه. الراجل ده هو اللي حبب جيل الاربعينات حاليا واواخر الثلاثينات. هو ده الجيل اللي حاليا بيقرا وبيشتري. حتى قالوا القرايه الكام سنه دول موضه. هو كان السبب في الموضوع ده. هو كان بيكتب ادب الرعب. الراجل ده مات السنه اللي فاتت الله يرحمه، دكتور احمد خالد توفيق. المعرض من غيره يبدو باهت. الراجل ده قلب الدنيا خالص في سوق القرايه. هو اول واحد في مصر كتب في ادب الرعب بالشكل ده، وعمل سلسله اتجننا بيها. حتى لما بطل السلسله مات في بنات كانت بتعيط. بطل عادي. وعرفنا عن طريقه حاجات تانية في يعني قراءات تانية لأدباء تانيين ما كانش ليهم سوق في مصر، زي ادجار الان بو مثلا ما حدش كان يعرفه. فبدات الناس تقرا روايات رعب، وبدات تتفرع من الرعب الى روايات تانية، وبدات الناس تثق تاني في القرايه بعد ما كانت القرايه تقريبا اندثرت. وبدانا نشوف ناس بتنزل كتب في ادب الرحلات بعد ما كان اخر حاجه كان حول العالم في 200 يوم انيس منصور وامير خواسك. من بعدهم كانت سحره. بدات بقى السوشيال ميديا والناس، في شباب كتير يطلعوا يجربوا حظهم في موضوع الكتابه، بداوا يتشجعوا وبدات الناس تقرا تاني. الرعب مجال جديد مش لم يترك لحد، ما حدش تركه في مصر قبل كده. يعني انت بتؤيد استاذه رباب بانه ما زالت الروايات او قصص الرعب هي اللي متصدره دي رقم واحد. والفتره الاخيره بقى الناس حصل لها جنون تاريخي. عندهم جنون في موضوع التاريخ. ليه؟ تعددت المصادر، ومع السوشيال ميديا الناس بدات تنزل وتصور فيديوهات وتنشر مقالات، حاجات لم تكن معروفه قبل كده. صحيح. فبدات عندها شغف انها تعرف الاماكن نفسها، الحكايات السحريه اللي ورا المكان. يعني مثلا ممكن حضرتك تكوني ساكنه في مكان بتعدي كل يوم على قرافه المماليك، انت مش عارفه ايه دي، فاقول لك صدقي ان المبنى ده قصته كذا وكذا 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 وكذا. يعني انا في يوم من الايام نزلنا عملنا زياره كده لمكان في صلاح سالم اسمه قبه افندينا. قبه افندينا انا اكاد اجزم ان 90% من الشعب ما يعرفهاش. صحيح. قبه افندينا مدفون فيها الخديوي وتوفيق، بس برضه مش دي الحكايه السحريه اللي وراها. ورا مدفن الخديوي وتوفيق طبعا هو تحفه معماريه، حاجه جميله جدا زي مدافع الاسره العلويه، انما وراه مدفون مين؟ عالم مصري اينشتاين قال عليه ان هو لما مات نصف العلم، دكتور مصطفى مشرف. فتفاجئي بقى لما تجيب مثلا روايه اسمها بطن البقره لخيري شلبي نعرف القصه كامله. طب خيري شلبي ما حدش يعرف، الناس عارفاه، بس الحكايه السحريه اللي ورا المكان. حاجات زي القباب اللي بنشوفها، المساجد الكتيره دي، مسجد السلطان حسن ومسجد الرفاعي والى اخره،
ورا كل ده قصص كتيره جدا. فهي الناس بدات تبقى عندها شغف بهذا، بدات الدنيا تنتشر. بالعكس هي ممكن تشجعك انك تنزلي تشوفي بعينيكي. صحيح. هتبقى يعني لسه ما فيش من هتروج السياحه الداخليه شويه كمان. من اسبوع تقريبا كلموني يعني مدرسه اطفال، قالوا احنا عندنا اطفال عاوزين ينزلوا يزوروا الاماكن. قلت لهم طيب يلا زي الفل. فخدنا اطفال يمكن تقريبا 50 طفل ونزلت وديتهم اماكن انا كنت متوقع ان هم ما يعرفوهاش او مش هيتبسطوا. فوجئت الاطفال مبسوطين جدا وشبطانين وعاوزين يكملوا الزياره. وظهر يعني اكتشفنا عيال بتسال في يعني اسئله يعني اكبر من سنها ان الولاد عايزين يزوروا الاماكن دي. طب ما هي جوه القاهره وفي قلب مصر متاحف فيها قصص سحريه فعلا، يعني حاجات مبهره وباسعار ايه 10 جنيه مثلا. يعني انا دايما بقول يا جماعه اي اسره عندها مشكله في الخروج او الفسح او عندها مشاكل حتى داخليه 10 جنيه للفرد. وده هيساعدها اكتر في الكتب لما تقرا كتب. بس هي الفكره بقى انه ارتفاع اسعار الورق والطباعه والنشر وضعها ايه مع معرض الكتاب هذا العام وتاثيرها عموما على حركه النشر في مصر؟ ما هو انت التكلفه غاليه عليكي فبتضطري ترفعي السعر، بس عشان تجيبي الناس بتعملي خصومات. يعني هو الفكره احنا بيقول لك ايه انه مستحيل حد بيعمل خصومات وهيخسر. لا مش هيخسر، بس هيقلل نسبه ربحه على اساس ان يحاول انه يستفيد. لان انت انا كقارئ الفتره الوحيده اللي بيبقى فيها خصومات حقيقيه هي فتره المعرض. يعني المكتبات العاديه لان بيبقى وراها ايجارات واجور طبعا مصاريفها اكتر، فيعني ممكن يعمل خميس وجمعه مثلا عرض 20% بتاع. لا احنا عندنا في الاجنحه بتلاقي لا بتنزلي عروض على الكتب، بتخلي مثلا ساعه فيها كتاب ب 50%، ساعه فيها كتاب عليه كتاب، ساعه فيها تشتري بكذا هتاخد كذا. يعني انت بتحاولي تبيعي وفي نفس الوقت تحاولي تخلي القارئ متاكد ان هو واخد القيمه اللي هو عايزها باكتر، يعني بثمن اقل بس القيمه عاليه. تمام. فانت بتحاولي توازنيها يعني. طب ده اثر على بصفه يعني في فتره من الفترات كده كانت الكتب غليت قوي فجاه فالناس لا هي مش غليت قوي فجاه، هي الفكره انه مع فرق الاقتصاد مع فرق الجنيه من الدولار فاصبح الرقم اللي كان موجود قبل كده في سعر الورق مثلا تضاعف. ده خلى الناس اساسا ناس كتير لا خلاص انا مش عايزه اشتري كتب. ما هو للاسف وفضلوا بقى يتجهوا للبي دي اف. ما هو احنا بقى ايه لما لقينا كده فبدانا احنا كمان نشتغل في البي دي اف، يعني اللي هي مش بس عشان الناس يعني مش بتشتريش، لا هو عشان لو في حد من بره مصر مثلا عايز كتاب هتفاجئي ان سعر الكتاب مثلا 30 40 جنيه والشحن هتعدي ال 200. يعني لو بمكان بعيد مثلا. صحيح. فبدانا نتجه للاي بوكس، ننزلها على منافذ بوكس الموبايل، فهتبقى الموضوع سهل. مش هتدفع كتير وهي وين للجميع. يعني قريبا ان شاء الله هيبقى اوديو بوكس للي بيحب يسمع الكتب وهو ماشي. فيعني هتبقى محاولات انك انت يعني تخرجي من نطاق الكتاب الورقي شويه، توصلي اكتر لناس اكتر في اماكن بعيده مع الاحتفاظ بالكتاب الورقي بقيمته. استاذ احمد الانشطه الخاصه بالاطفال، بما انك كنت بتتكلم على انه كان في مدرسه وبتحب الانشطه الخاصه بقى بالاطفال داخل المعرض، شايفها ازاي؟ المفروض انه في عدد من الانشطه كمان اهتمام بالاطفال او بصفه عامه بذوي الاحتياجات الخاصه. طيب هو الانشطه اللي شفتها حاليا في المعرض السنه دي الاطفال كلها لعب كلها اماكن العاب، اماكن مقفوله للاطفال. مفيش نشاط ثقافي بالمعنى المفهوم للطفل يعني مثلا مثال بسيط، في عندنا متحف للطيران في الماظه، متحف القوات الجويه، بناخد الاطفال فيه نقعد 4 ساعات مثلا، ساعه حكاوي عن حرب اكتوبر والطيارات والباقي انشطه العيال قاعده راكبه كرسي اللي هو بنظام 4 دي او 7 دي كانه جوه فلايت سيميليتر، وبعضها للاكبر سنا شويه اللي بيتدرب عليه الطيارين فعلا. فالولد بيخرج عمل حاجه بايده كانه ساق طياره. عايز حاجه زي كده في معرض الكتاب انتر اكتف. طب انا ازاي الم الاطفال اعمل لهم ندوه في سنهم هم عشان رساله معينه؟ انا طبعا مش هجيب الطفل اقول له تعالى اقرا كذا كذا، لا انا الطفل لازم ينتراكت معايا في حاجه. خبراء التربيه يعني كتير هم يقولوا لنا وسائل التعليم اللي هو تكنولوجيا التعليم هم يقولوا لنا. هي الفكره هنا كلها ان احنا دايما بنخاطب المسؤول عن المعرض، لا احنا نجيب كل هيئه بتوع الاطفال يا جماعه تكنولوجيا، يعني التعليم دلوقتي فيه تكنولوجيات. انا ابني اما بقعد معاه اشوف بياخد ايه في كي جي 2 طريقه التعليم، افتكر اقول لمراتي والله الله يمسيها بالخير ابله شوقيه من 30 سنه ما كانش في الكلام ده. فبقى الطفل بيتطور بسرعه
اكتر من الجيل اللي احنا كنا فيه. النهارده ابني عنده 4 سنين بيتعامل مع الايباد عادي جدا وبيدفع كريدت كارد وخارب بيتي والحياه زي الفل. انا في سني لما شفنا الكمبيوتر اول مره كنت في الاعداديه. فتطور الاطفال السنه دي سريع، فمحتاج نمشي مع نسبق الاطفال دي كمان. أيوة. يعني محتاج اوجه لهم رساله غير الكتب بقى البطه بطوطه والفيل الفلافيلو، لا يعني الاطفال السنه دي عايزه حاجه ثانيه يشترك، يعني هو يشترك فيها بايده. أيوة. يكون مسؤول عنها، لان طبعا الاطفال هو ده اللي جاي يعني. انا بقى يعني مش بشكركم الحقيقه جدا، نورتوني النهارده، وبتمنى فعلا ان يكون افكاركم وارائكم وصلت للمعرض. في سلبيه كمان نسيت اقولها. عايزه تقولي سلبيه قبل ما التلفزيون المصري ازاي ما يبقاش في المعرض؟ دي سلبيه قويه جدا، ده بس في ان شاء الله ما تقلقيش. لا دي من اكتر السلبيات بالنسبه لنا، مؤذيه يعني. اذيتكم ازاي؟ كان يوميا استوديو يوم جديد ده كان يوميا الكتاب بيطلعوا فيه. فوسيله لان الناس تعرض افكارها، الناس مش فكره يروج لكتابه بس يعرض فكره. فالسنه دي لا صعبه. استاذه رباب فؤاد مديره دار نشر، انا بشكرك، نورتيني النهارده. بشكر استاذ احمد حسني كاتب ادب رحلات وباحث تاريخ، شكرا نورتونا. وبشكر كل الساده المشاهدين، تسيب المتابعه والى اللقاء.